من يوم ما ام جي دخلت مصر وهي دايما رقم 2 أو 3 في المبيعات الشهرية، ولما تدقق من سنة على المبيعات دي هتلاقي ان العربية دي بتحقق مبيعات كويسة جدا، رغم كده محدش بيتكلم عليها خالص. عشان كده قررت احكي لكم قصتها النهارده. انا صابر ودي ام جي 1 واحنا بتوع عربيات. بفئة واحدة حاليا سعرها 1,300,000 بعد ما كانت نازلة من سنة بفئتين. بتيجي ام جي 1 بباكج محيرة شوية، وخلينا نبدأ من التصميم. العربية دي كبيرة جدا يا جماعة، مش عربية صغيرة. طولها أكتر من 4 متر ونص، وعرضها أكتر من متر 80، يعني أطول من الار اكس 5 اللي أنت لما تبص عليها من بره هتحسها قدها مرة ونص. وحتى في لغة التصميم احنا عرفنا ام جي في مصر بلغتين للتصميم، اللغة اللي بدأت بيها اللي كان شكلها أوروبي شوية، واللغة اللي موجودة حاليا اللي شفناها في الام جي 7 وفي الاتش اس الجديدة اللي هي لغة أكتر ترندي وماشية أكتر مع الخطوط العصرية للتصميم الحالي. لكن دي جاية بتصميم مختلف تماما. ويلا نبدأ بمقدمة هجومية شرسة جدا، فاست باك مش اس يو في ابدا او كومباكت كروس اوفر. كل الخطوط اللي عندك خطوط حادة وكلها بتتجمع على الشبكة من قدام، كلها بتديك احساس ان العربية بتتحرك وهي واقفة، بتدي الموشن افكت. الشبكة نفسها حتى اللوجو بتاع ام جي الجديد كبير جدا في النص، والشبكة كلها بتطلع سنترد من اللوجو ده. الموضوع كله مركز على نقطة واحدة. لما تبص حتى على الفوانيس هتلاقيها برضو موجهة بخطوط حادة جدا على الشبكة، والفوانيس نفسها فيها 3 شرط من الليد بيتحولوا لإشارات، هما داي تايم رانينج لايت، وبيتحولوا بعد كده لإشارات. والليدات دي بتديك نفس الإفكت بتاع الحركة، كأن العربية بتتحرك وهي واقفة مكانها. لما تبص على المقدمة من قدام هتلاقي الخط الأسود ده بيقطع الشبكة كلها بين الأبر جريل واللور جريل. اللور جريل طبعا اللي فيها الرادار. الخط ده فايدته إن هو يأثر المقدمة بتاعت العربية، فكأنه قسمها حتتين. لما تبص على العربية من قدام تحس ان دي بس مقدمتها، وبالتالي تحس ان حجمها اصغر. من الجنب عايز تخلي عربية كبيرة شكلها شبابي وصغيرة وفاست باك، اكتب ورايا تو تون. قلل حجم الكابينة، زود الفبر من تحت، اعمل كسرات كتيرة في الصاج بتاع العربية. حقيقي يتعمل دكتوراه في تصميم العربية دي، ازاي تخفي حجم عربية كبيرة بس بخطوط التصميم. يمكن الملاحظة الوحيدة اللي عندي على العربية هنا هو ان الخط اللي جاي من الفانوس الامامي ده، الخط القوي اللي جاي من الفانوس الامامي ده، جاي بيخبط شوية في الخط اللي جاي بتاع الهانش الخلفي. الخط ده لو جه وكان كمل ده او خلص بدري شويه كان هيبقى شكلها احلى شويه. محتاجه حلقه سكتش جراج دي ولا ايه؟ جنوط العربيه شكلها حلو جدا ومعموله تو تون، بس مش كده بس. الجنط 19 عشان يملى الفراغ كامل بتاع التجويف بتاع العجله ويحسسك برضو ان العربيه صغيره. الكاوتش نفسه مقاسه 235 45، بروفايل عنيف شويه، بس اعتقد ان 235 دي هتفرق جدا في ثبات العربيه، وهنشوفها في تجربه القياده. من الظهر هتلاقي نفس لغه التصميم مكمله، خطوط حاده كتير جدا كلها متجمعه على حته واحده، هنا متجمعه على المكان اللي بيبقى فيه النمره. الفوانيس نفسها ال اي دي طبعا و3 دي بارزه من بره، شكلها حلو قوي، ومكان الاشاره ده شكله صايع جدا جدا جدا. معانا من فوق السبويلر مفتوح، متسميه ام جي توين ايرو، شكله حلو، وفيه اللون لمبه الفرامل الثالثه بتاعه الفورمولا 1 شكلها حلو جدا، والشكل السبورتي ما يكملش من غير ايه. فبر كبير من تحت مع ديفيوزر، واربع اماكن فتحات شكمان هم حتى قافلينها من بدري قوي، طبعا زائفه جدا من شبه بتوع مرسيدس كده. والشكمان الحقيقي طبعا موجود ناحيتين من تحت. ومش بس التصميم الخارجي للعربيه هو المميز، تصميم المفتاح كمان مميز جدا، مختلف عن كل مفاتيح ام جي، وبالمناسبه في تدوير عن بعد. يمكن من بره شكل العربيه مختلف عن اي ام جي احنا نعرفه، بس من جوه دي اول عربيه جات لنا باللغه التصميميه الجديده بتاعت ام جي اللي شفناها بعد كده في الاتش اس الهايبرد اللي عملنا لها شاشه وزرار. لما اتفرجتش عليه اتفرج عليه من هنا. نفس عجله القياده الجديده بتاعت ام جي. ما بحبش شويه الكنترولز دي، بس هتتعود عليها بنفس التو ستارز اللي بتعرف ان انت تعمل لهم تخصيص من اللوحه. الشاشه الرئيسيه 12 موصوله في الشاشه السبعه بتاعه العدادات، مع شاشه جديده بقى موجوده هنا هنتكلم عليها كمان شويه. الكونسول الوسطي هنلاقي فيه الوايرلس تشارجنج كبير ياخد الموبايلات الحديثه. الدراع بتاع الفتيس شكله رياضي جدا ولايق على تصميم العربيه. ما فيهوش زرار هنا للبارك، الزرار بتاعه موجود هنا. الستارت ستوب موجود في الكونسول الوسطي زي ما تعودنا في اغلب عربيات ام جي مؤخرا. فرامل اليد الكهرباء، الاوتو هولد والهيلد سنت كنترول. معانا هنا الكاب هولدرز صغيرين شويه بس فيهم اللي بيمسك على الكوبايه ومتغطيين، فدي حلوه، ودي نفسها خامتها كويسه ما تحسش ان هي هتتكسر. وطبعا البيلد كواليتي بتاعت العربيه كلها حلوه. والكونسول طاير عندك من تحت
فتحات اليو اس بي، شكلها حلو جدا. الشاشه الوسطيه فيها اندرويد اوتو وابل كار بلاي، بس الاثنين وايرد ما فيهاش وايرلس. لما تبص على التكييف هتلاقي ان انت عندك تحكمات للتكييف والهوم بوتون موجوده هنا، طبعا غير التحكمات اللي موجوده في الشاشه. الخط ده بتاع الامبيانت لايت شكله حلو جدا، ومش موجود امبيانت لايت في اماكن كتير في العربيه. انا شخصيا بفضل ده، ما بحبش الزحمه بتاعه الانوار دي. المفروض الطبيعي ان الخط ده بادئ من التكييف ويكمل فيه وحدات التكييف كلها، بس بسبب وحده الشاشه الرئيسيه اللي موجوده هنا دي التكييف الرئيسي نزل هنا، وبسبب بقى الشاشه الصغيره اللي موجوده هنا دي حصل حاجه تانية هتاخدنا لاكتر 8 حاجات هتضايقك في الام جي 1. البادل الجانبيه دي تاتش باد، فيها بتتحكم في المرايات الجانبيه، بتتحكم في الاضاءات والبرايتنس بتاع الشاشات، وفيها كمان قفل وفتح اللوك بتاع العربيه. غريبه بس ممكن تتعود عليها، لكنها عملت مشكله تانية، نزلت وحده التكييف بتاعه السائق لتحت، ففقدت شويه من عمليتها. كرسي السواق كهرباء ب6 وضعيات، لكن الكرسي اللي جنب السواق مانيوال، والكرسيين ما فيهمش تبريد ولا تدفئه، والكرسي ده ما فيهوش ميموري. عجله القياده بتطلع لفوق وتحت بس، ما بتطلعش لقدام ورا، مش تلسكوبيك، رغم انها كارقام قد الاتش اس والار اكس 5، لكن كمساحات صعب قوي تاخد 3 بالغين ورا. الشنطه مش كهرباء ومساحتها 336 لتر بس، ودي تقريبا اصغر مساحه ممكن تلاقيها في اي كومباكت كروس اوفر. بموتور 1500 تربو بيطلع 181 حصان و285 نيوتن عزم، دي ارقام متناسبه جدا مع شكل العربيه الرياضي. بس جبت بقى منظومه الحركه دي كلها ووصلتها على عدو الرياضيه الاول، فتيس سي في تي. طب ليه؟ دي مش حساسات ركن، حساسات الركن هنا خلفيه بس، مفيش حساسات اماميه. ازاز العربيه كله هنا ما فيهوش فاميه، وازاز السواق بس اللي اوتوماتيك. باقي العربيه عشان تطلع الازاز لازم تفضل معلق صباعك. بس موضوع الازاز ده هياخدنا لاكتر 8 حاجات هتعجبك في الام جي 1. صدق او لا تصدق، في عربيه ب1,300,000 الزجاج الامامي دبل، الكونسول الوسطي مريح ومساحته حلوه جدا، وكمان في تبريد. الشاشه حلوه جدا وسريعه ونقائها حلو وقريبه منك، وفيها اندرويد اوتو ابل كار بلاي بس وايرد مش وايرلس. في نظام جي بايلوت كامل، كاميرات 360، رادار امامي بتقرا المسافه، فيها انتليجنت كروز كنترول بيسنتر نفسه في الحاره وترجعك كمان في الحاره، وكمان فيها ترافيك جام اسيست يسوق لوحده في الزحمه، وكمان فيها نقط عاميه وبتحذرك لو فتحت الباب وفي حد في النقطه العاميه. الكبوت على 2 مساعدين، والعربيه عامه متقفله حلو جدا ومصفحه كامل من تحت، بقول لك ام جي 6 يبكون في الزاويه. نظام تعليق امامي ماكفيرسون وخلفي مالتي لينك، العربيه دي مريحه جدا حتى للي قاعد في الكنبه ورا، وانت قاعد مرتاح في الكنبه ورا. عندك تكييف خلفي، جيوب تحط فيها حاجتك، بانوراما كبيره تنور لك، ومسند وسطي مريح جدا ومطرز، وفي كاب هولدرز. ووصلنا للنقطة الأهم، تجربة القيادة. تجربة القيادة في العربية دي بتتلخص بالنسبة لي في عنوانين رئيسيين: مقاس الكاوتش والفتيس السي في تي. خلينا نبدأ بمقاس الكاوتش الأول. طبعا مقاس الكاوتش ده عامل مشكله شويه مع الملاك، لانه مقاس صعب ان انت تلاقيه ومش موجود كتير، ولو لقيته هيبقى غالي جدا. انا عارف ده جدا ومقدر ده جدا، ولكن مقاس الكاوتش ده ناقل تجربه قياده العربيه في حته تانية خالص. العربيه عفشتها ناعمه شويه مش ناشفه، مع انك متوقع مع عربيه شكلها سبورتي كده ان العفشه تبقى انشف من كده، لكن الثبات بقى كله جاي منين؟ جاي من ال 235 بتوع الكاوتش دول. فحقيقي ام جي عملت بالمقاس بتاع الكاوتش هنا فعلا خلطه سحريه مع العفشه، مخليه العربيه في حته تانية خالص. طيب هتقولي على مقاس الكاوتش، هل ال 19 بيبانوا في المطبات؟ هنجرب مطب مع بعض اهو. بتحس بالارض بس مش زي ما انت متوقع من كاوتش 19 45. تتوقع انه يبقى انشف واحد وتحس بيه في الارض اكتر من كده بكتير جدا، لكن هنا لا. ليه بقى؟ برضو تاني بسبب العفشه. فهي في الاخر خلطه. ام جي حقيقي نجحت جدا في الخلطه بتاعت العفشه ومقاس الكاوتش بتاع العربيه ده. ونروح للعنوان الرئيسي التاني، الفتيس السي في تي. اي حد متابع اي ريفيو عملته قبل كده يعرف ان انا كاره جدا لفتايس السي في تي، ما بطيقهاش. بركب اي عربيه سي في تي ببقى حاسس ان انا مخنوق. هل السي في تي اللي هنا ده زي السي في تي بتاع الهوندا زد ار في مثلا اللي احنا عملنا لها ريفيو قبل كده على القناه؟ للاسف لا. مش وحش يعني، هو افضل من فتايس سي في تي كتير انا جربتها. في رايي الشخصي افضل من السي في تي مثلا بتاع تويوتا، بس مش برضو زي بتاع هوندا. وفي الاخر سي في تي حتى المساحات شويه مضحي بيها عشان الشكل الرياضي السبورتي والشكل الفاست باك ده. وادتني ارقام حلوه جدا، 181 حصان، 285 نيوتن متر، دي ارقام ممتازه على العربيه في الحجم ده. ليه تحط كل ده في الاخر مع فتيس سي في تي؟ يعني هل العربيه دي كانت اولى تاخد الفتيس الدي سي تي بتاع ام جي ولا الار اكس 5؟ اكيد دي كانت اولى يتحط فيها الدي سي تي، ومثلا السي في تي ده يروح للام جي 5، لان هي في الاخر المفروض انها العربيه العائليه. ثم هل السي في تي ده بيحقق هنا الغرض بتاعه من التوفير؟ احب اقول لك لا.
العربيه قدامي عامله متوسط تقريبا 9 لتر لكل 100 كيلو. طب ما هو ده نفس الارقام يا جماعه اللي احنا بنشوفها على العربيات اللي بالحجم ده بفتايس تي سي تي او فتايس حتى اوتوماتيك عاديه 6 سرعات. طب ليه بقى السي في تي؟ يعني انت ما اخدتش منه التوفير بتاعه وفي نفس الوقت حادد جدا 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 من قوه العربيه. العزل بقى حقيقي في حته تانية خالص. الازاز الدبل اللي موجود هنا ده ناقل العزل في حته تانية تماما. انا دايما كان بيبقى عندي مشكله مع العزل في عربيات ام جي، خصوصا شويه العزل الارضي. العزل الارضي هنا متحسن جدا رغم ان مقاس الكاوتش صعب. قلت لك هنفضل دايما بين مقاس الكاوتش والسي في تي حتى في العزل. لكن العزل الهواء ممتاز، انا قاعد جوه مش سامع اي حاجه خالص. الازاز الدبل ده رائع، ناقل التجربه في حته تانية. صوت الموتور ناعم، لما بتشد عليه شويه هينعر للاسف بسبب العنوان التاني السي في تي، ولكن برضو مش التنعيره الصعبه. ستيل زي ما بقول لك يعني في فتايس سي في تي الواحد جربها بتنعر او بتخلي المواتير تنعر اكتر من كده شويه. طب الاداء بقى، هل ال 181 حصان 285 نيوتن متر دول مترجمين في العربيه فعلا؟ هتحس بيهم. عندك مودين هنا للقياده، ممكن تجيبهم من الفتيس بدوسه واحده لتحت او من الشاشه بتاعه القياده. المود النورمال والمود السوبر سبورت، ما عندكش سبورت. في المود النورمال العربيه حاضره وفايقه معاك بس ما بتعليش عدد لفات الموتور، وبالتالي صوت الموتور بيكمل التجربه الهاديه كلها بتاعه العزل دي. لما بتروح بقى للسوبر سبورت لا، الوضع بيختلف شويه. السي في تي بقى بيتجنن وبيرفع عدد لفات الموتور وبس، بتحس فعلا باداء العربيه. فالمود هنا بيفرق شويه، وده طبعا بسبب الفتيس السي في تي. تعال ناخد حته كده جت. طبعا السي في تي نعر شويه. ام جي بتقول ان هي بتجيب من 0 ل 100 في 8 ثواني و8 من 10. يعني اعتقد هتبقى في حدود التسعه. ما جربتش بس اعتقد هتبقى في حدود التسعه. انا جربت حتت كده ارتقاء، اللي هو التجربه اللي انت هتحصل لك في الشارع في الحقيقه، ارتقاء من 60 ل 120 عشان تعدي حد او حاجه. بس تجيب الارقام دي وصدق. السرعه القصوى هنا 200، تجيب ال 200 بسهوله. العربيه يا جماعه ارقامها حقيقيه، يعني 181 حصان دول حقيقيين، ال 285 نيوتن دول حقيقيين. انت حاسس بارقام العربيه وحاسس بعزمها تحتك. شويه الدليفر بتاعهم متاثر بس لا، يعني بتحس بيهم وبتعرف تنزلهم على الارض. سواقه العربيه عامه مريحه جدا، ناعمه جدا. لو انت سايقها بقى مش عايز تجري وبتاع، اللي هو السواقه الطبيعيه، يعني هتحس ان العربيه جميله. فيها شويه تيربو لاج شويه في الاول ما انت طالع من المطبات، بس خلاص يعني اي حد ساق عربيات تيربو كتير اتعود عليها، موجوده حاليا في كل عربيات التيربو. يعني النظام الصوتي في العربيه حلو جدا، والتكييف حلو. مكان بس التكييف زي ما احنا قلنا في الحاجات اللي ممكن تضايقك، مكان التكييف بتاع السواق ده رخم شويه، لكن التكييف عامه اداؤه كويس. والنظام الصوتي بتاع العربيه ممتاز جدا. وضعيه القياده في العربيه حلوه قوي، كل حاجه بتحط ايدك عليها ناعمه وسوفت وجميله، والخامات ممتازه. ما عادش خلاص حد بيتكلم مع الصينيين في موضوع الخامات ده. الكبوت عالي، فحتى لو انت زي بتحب تنزل الكرسي لتحت، فالكبوت بيخدمك جدا انك بتستيل شايف ابعاد العربيه بتاعتك، ودي ميزه حلوه قوي. موضوع النقط العاميه يا جماعه ده اختراع يعني. بجد ما ينفعش عربيه ما يبقاش فيها نقط عاميه. ممكن عندي ملاحظه شويه ان اللمبه بتاعت النقط العاميه شويه نورها ضعيف، في الشمس القويه ما بتبانش قوي. انظمه الامان بقى، العربيه فيها 8 ايرباج، وده رقم كبير جدا على عربيه في الحجم ده، او عربيه عامه عائليه. العربيه فيها 8 ايرباج، وده رقم احنا مش متعودين عليه في مصر، فده حاجه كويسه جدا. فيها اداء سيستم كامل الام جي بايلوت شغال بكفاءه ممتازه. ترجيع الحارات فيها حنين، ما بتعملوش بعنف خالص، بالعكس عربيه هاديه كده وعاقله، ما بترجعكش مره واحده. بتعرف تسنتر نفسها في الحاره. فيها الترافيك جام اسيست، بيسوق نفسها في الزحمه، حلو جدا. انتليجنت كروز كنترول يريحك جدا في السفر. العفشه المالتي لينك ورا مريحه جدا للي قاعد في الكنبه ورا، ومريحه جدا في السفر. العربيه عشان الكابينه نفسها، رغم ان هي عاليه عن الارض بالمناسبه، بس عشان الكابينه نفسها مضغوطه صغيره، عشان العربيه تبان صغيره، فتمايل البدن فيها اقل ما يمكن. وطبعا بقى فيها كل انظمه الامان بقى، الحروف اللي انت عارفها بقى، اي بي اس، اي اس بي، هيل ديسنت كنترول، كله بقى موجود طبعا. يعني ده اساسي اكيد كده كده. يمكن ملاحظه برضو لاحظتها شويه، الطنابير لما بتشد عليها بتسخن شويه. يعني انت ادائك رياضي وحامي وبتاع وبتفرمل كتير وكده، الطنابير شويه هتسخن منك، لكن مش ان هي ما بتفرملش كويس، لا، فرامل العربيه كويسه جدا وبتفرمل كويس جدا، وبتقف في المسافه اللي انت عايزها تقف فيها بالظبط بصوره احسن من ممتازه. استهلاك العربيه انا شايفه قدامي عامل تقريبا 9 لتر لكل 100 كيلو. على سي في تي ده استهلاك وحش يعني.
على حجم العربيه ده الطبيعي، بس على سي في تي ده استهلاك وحش. فانا مش فاهم برضه، ارجع نفس الفكره، ليه حطيت سي في تي طالما الاستهلاك 9 لتر؟ التمايل بتاع البدن بسبب ان هم مقللين حجم العربيه عشان يبقى شكلها سبورتي، فتمايل البدن اقل ما يمكن. وبالمناسبه فيها كمان المانع ان العربيه تنقلب، الانتي رول بار، فيها الكترونيك انتي رول بار، عشان يعني مش انتي رول بارز بقى، بس هو نظام ان مانع ان العربيه انها تنقلب يعني. والعربيه عامه صعب انها تتقلب، مركز ثقلها مش عالي قوي يعني. المرايه الوسطيه هنا تعتيم الكتروني بالمناسبه، ودي حاجه برضو لطيفه جدا. الرؤيه الخلفيه، الرؤية عامة في العربية مساحات الرؤية كلها كويس. المساحة الأمامية ما فيهاش أي حاجة تعوقك خالص في الرؤية. الرؤية فيها ممتازة جدا، مع عند القوايم دي رفيعة ما بتعملكش أي بلايند سبوت خالص، فالرؤية المساحة فيها حلوة جدا. المرايات كبيرة وما بتعملش صوت هواء بسبب طبعا الزجاج الدبل عامل عزل ممتاز جدا، فما بتتضايقش، بس هي بتديك رؤية كويسة وفي نفس الوقت ما بتضايقكش بالصوت بتاعها. الرؤية الخلفية بقى اللي مشكلة شوية، المساند دي وضعيتها غريبة، حتى وانت منزلها هي واكلة نص الإزاز الخلفي. ده طبعا بسبب التصميم بتاع العربية والشكل الفاست باك من ورا ده، هو اللي عامل الموضوع ده. بس هي دي الحاجة الوحيدة اللي ممكن تضايقك في العربية، هي الرؤية الخلفية. لكن الرؤية الجانبية والرؤية الأمامية حقيقي فوق الممتازة في العربية. ايه هو الرأي النهائي في ام جي 1 بعد ما بقت فئة واحدة بمليون و300؟ تبعد عنها، تفكر فيها، تحطها كاوبشن، ولا تروح مباشرة وتشتريها؟ اعتقد لو انت شاب او اسرة صغيرة ومش فارق معاك المساحات الكبيرة، انت ممكن تحطها كاوبشن. لكن لو انت فارق معاك المساحات او انت اسرة كبيرة شوية، اعتقد انك محتاج تفكر في حاجة تانية، يا اما تروح الام جي اتش اس الهايبرد او تطلع بقى بره ام جي خالص. اتمنى ريفيو النهارده يكون عجبكم، ونشوفكم في ريفيو جديد، وسلام.